عبال لكم الانديه الكبيره مثل ريال مدريد وبرشلونه يربحون بس من التذاكر المباريات اللي تشوفونها. غلطانين صدق. تذكره المباراه ما تمثل الا جزء بسيط من الداخل. عايل المليارات اللي يشترون فيها اللاعبين من وين يا عيالي؟ ركز معي. حقوق البث التلفزيوني، القنوات التلفزيونيه تدفع مليارات عشان تنقل مباريات الدوري. يعني انت وانت قاعد على القنفه وتصرخ العب باص شوت خلصها، تدفع اشتراك القناه وقاعد تساهم براتب اللاعب. صدق. وثانيا العقود التجاريه والرعايات، شركات تدفع مئات الملايين بس عشان تحط لوجو صغير على تيشيرتات اللاعبين، او تسمي الملعب باسم شركتها مثل استاد طيران الامارات. على جميع السادة المسافرين على متن هذه الطائرة يرجى ربط أحزمة الأمان. احس ودك تخنق نفسك بالحزام عشان تسافر، وزياده على كذي في انديه ذكيه شغلها الشاغل تفرخ لاعبين، وانت تروح تشتري كتاكيت ملونه، تشتريهم رخاص وتبيعهم بعشرات الملايين. يعني النادي الحين صار شركه بورصه، واللاعبين هم الاسهم. انا بسالكم، هل تظنون ان تشجيعكم لنادي معين هو حب ووفاء